عن جديد يسعد أوقاتكم مستمعين عبر الموجة 103.5 وكل متابعين عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بويار عربي ضمن الفقرة الأسبوعية القانونية اللي بنقدمها كل يوم أحد، بنناقش فيها وبنتطرق فيها لأهم المشاكل يلي بتهم الجالية السورية بشكل عام والجالية الكردية بشكل خاص في الاغتراب. موضوع حلقتنا اليوم هو منح الجنسية. رح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوسع مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة المحامية غادة أحمد. يسعد صباحك أستاذة غادة. سعد صباحك عزيزتي وصباح جميع المستمعين. بداية، ما هي الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على الجنسية الألمانية؟ الجنسية الألمانية هي حق اللاجئ بعد ما بيحصل على الإقامة، وبعد يعني من حقه طبعا يعتبر حق مكتسب يعني، بس لازم توفر فيه مجموعة من الشروط أو يستوفي مجموعة من الشروط. أهم هاي الشروط هي أنه يكون عنده تصريح إقامة دائم، نعم. أنه يكون مقيم قانونيا في ألمانيا منذ 8 سنوات على الأقل، انه يشتغل او ما يحصل على مساعدات من مكتب الرعايه الاجتماعيه. طبعا يشتغل معناها انه يكفي نفسه، يدفع اجار بيته، يدفع التامين الصحي، يعني يكفي كافه مصاريفه، ما بياخذ اي سنت من مكتب الرعايه الاجتماعيه، يدفع الضرائب تبعه، يتحدث اللغه الالمانيه طبعا، ويكون معه مستوى B1 اقل شيء. كمان يكون يعني اجتاز او نجح باختبار التجنس اللي بيغطي النظام القانوني والاجتماعي في ألمانيا، معه شهادة طبعا تثبت أنه هو تخطى أو اجتاز اختبار تجنس، ما بيكون مدان بجرائم خطيرة. كمان أنه يتقدم لمكتب التجنس بتعهد كتابي أو شفوي التزامه بالقانون الأساسي الألماني. نعم. كمان يكون متزوج بزوجة واحدة أو زوج واحد. عنده جواز سفر من بلده الأصلي أو هوية شخصية أو أي مستند، سواء شهادة الميلاد أو بيان الولادة أو أي شيء إثباتاته بالأوراق النظامية الموجودة بسوريا. طبعا هلا في ممكن أحيانا إنسان ما له قادر يجيب هاي الأوراق المطلوبة، لازم يثبت إنه البلد والأصل عم ترفض إصدار هاي الأوراق له. ممكن هذا الشخص يكون مكتوم قيد أو يكون أجنبي مثلا، نعم. فهاي الأوراق ما متوفرة عنده. أهم شيء إنه يثبت للحكومة الألمانية إنه دولته بترفض منحه هاي الأوراق. وكمان شرط أساسي إنه لازم يتنازل عن الجنسية السابقة لبلده. طبعا في حال إذا كان مستوفي جميع هاي المتطلبات مبدئيا يتم الموافقة على طلب التجنس. بس في حالات استثنائية ممكن إذا الشخص ما كان يعني متوفر كافة هاي المتطلبات يحصل على أو بتحصل الموافقة على طلب الجنسية في حالات معينة، بس إنه مثلا لما بيكون البطالة المفاجئة، يعني هذا الشخص كان عم يشتغل وعنده عقد عمل نظامي بس للأسف تعرض للفصل التعسفي من قبل صاحب العمل، ولازم يثبت هذا الشيء. نعم. أو عدم القدرة على العمل بسبب إنه عم يرعى الأطفال أو عنده تدريب مهني. هون لما عنده تدريب مهني بيضطر إنه ياخذ جزء من المساعدات الاجتماعية. فهون إنه لما بيقدم على طلب التجنس بيراعوا هذا الشيء فيه وممكن يمنحوه الجنسية. نعم. هاي بعتقد أهم الشروط اللي لازم تتوفر فيه. كم عدد السنوات التي يحتاجها اللاجئ لمنحه الجنسية؟ 8 سنوات مبدئيا حكينا هي 8 سنوات، بس أحيانا ممكن إنه نختصر هاي المدة ل7 سنوات في حال في حال إذا كان مقدم الطلب نجح بدورة الاندماج اللي هي دورة الكورسات واندمج بالمجتمع الألماني، وممكن نختصرها لمدة 6 سنوات. نعم. هذا كمان إذا كان مقيم في ألمانيا ويثبت اندماجه في المجتمع الألماني وعنده نشاطات في مجالات خدمية وإنسانية خاصة. هون بدي أذكر شغلة، إنه المجتمع الألماني يعني بيبدي إعجابه كثير بالشخص اللي بيشتغل عمل تطوعي من دون مقابل، يعني بيشتغل بعد ما تعلم اللغة بيقدم مساعدات بالمنظمات الموجودة هون بألمانيا، سواء كانت منظمة دياكونية أو منظمات أخرى، يعني بيساعد اللاجئين الآخرين مثلا. نعم. سواء بالترجمة أو أوراق، يعني عنده شغل تطوعي. هذا طبعا هذا شيء يعني بيعطيه فرصة أكبر ليحصل على الجنسية، حتى لو ما كان حقق شرط 8 سنوات عنده. نعم. هون بيثبت اندماجه فعلا بالمجتمع الألماني وخدمة المجتمع الألماني. تمام. من هم المؤهلون لأخذ الجنسية سريعا؟ هلا المؤهلين لأخذ الجنسية سريعا ممكن نقول إنه المتزوج مثلا من ألماني أو ألمانية، هون بنسميه التجنيس المبكر، أو الطفل يعني إذا ولد بأراضي ألمانية من أب
عنده جنسية ألمانية أو أم عندها جنسية ألمانية أو مقيم على الأراضي الألمانية من 8 سنوات وعندها إقامة دائمة. أنا هذا كنت بدي أسألك، إنه هل ولادة مم. الأطفال في ألمانيا تمنحهم الجنسية فورا على حسب ما يقال؟ حلوة هاي جملة حسب ما يقال. لا طبعا. يا عزيزتي، مو حسب ما يقال هو للأسف. فعلا هلا الطفل المولود بألمانيا يعتبر مواطن ألماني عند الولادة إذا كان أحد الوالدين على الأقل عنده جنسية ألمانية، وهو كان أو مقيم بألمانيا بشكل قانوني إقامة شرعية يعني لمدة أقل شيء 8 سنوات. وحكيت يعني كلمة طيب في قانوني إنه حال عنده إقامة دائمة مهم. بألمانيا. على فكرة هون كمان الطفل بعد ما بيحصل على الجنسية الألمانية قادر إنه يحصل على جنسية الأب أو الأم. يعني ممكن الأب يكون سوري والأم ألمانية، فمن حقه ياخذ الجنسية السورية كمان. مهم. وهون كمان في شغله، هلا احيانا مثلا ممكن في عندنا طفل غير شرعي او طفل ولد من اب الماني وام غير المانيه مثلا، من نعم. حقه انه يحصل على الجنسيه الالمانيه، بس بشرط انه الاب بيعترف عنده، يعني عنده بيعترف ولد. بانه مهم. هذا الولد ابنه، يعني مهم. اعتراف رسمي طبعا. مهم. هون بيتمكن الطفل من انه يحصل على الجنسيه الالمانيه. مهم. في حال اذا لم يتم الاعتراف فيه، يعني اكيد الطفل ما راح يبقى بدون جنسيه، راح يحصل على الجنسيه الالمانيه بشكل تلقائي، بس مع مرور الوقت يعني. مهم. يعني ولادة الطفل حين قدومه لألمانيا أستاذة غادة، هل يحق له ولعائلته الجنسية؟ لا اكيد لا، يعني هو عايش أها. بالمانيا، ما هو عايش بامريكا يعني. أها. بامريكا بيحق له هذا الشيء، طبعا. تمام. في حال لم يحصل الشخص على شهادة لغة، هل يحق له تقديم التجنس؟ هلا نحن قلنا انه شرط اللغه هو شرط اساسي، او هو من الشروط الاساسيه للحصول على الجنسيه. نعم. احيانا الشخص بيروح لكورسات اللغه وكورسات الاندماج، بس للاسف ما بيحصل على الشهاده. بس هو عمليا يعني عنده مهارات لغويه وقادر انه يحكي اللغه الالمانيه، بس للاسف بيفشل بحصول على الشهاده الالمانيه. نعم. هون بيقدم اثبات انه هو التحق بهالمدرسه، مهم. وعنده اثبات انه التحق بالمدرسه، بس للاسف ما حصل على الشهاده. مهم. يعني بجيب اثبات يعني او مستند. ممكن نعم. هلا عندنا انه يعني انه التحق بمدرسه المانيه لمده 4 سنوات على الاقل، نعم. او عنده نحن هون بنسميها الهاوبت شو الابشلوسي اللي بيعادل الصف العاشر، يعني عنده هاي الشهاده، مهم. او الابيتوا اللي بتعادل شهاده البكالوريا. اهم شيء عنده شيء اثبات انه هو مثلا كان عم يداوم على مدرسه معينه، بس للاسف ما قدر ياخذ الشهاده مهم. المطلوبه بالجنسيه. مهم. عنده مستند يعني. تمام. تحدثنا في البداية عن الشروط التي يجب تحقيقها، وقلت الشرط الأساسي هو في حين للحصول على الجنسية هو التخلي عن الجنسية السابقة. ما هو شروط التخلي عن الجنسية السابقة أستاذة غادة؟ حكينا انه هو شرط اساسي انه يتخلى عن جنسيته السابقه، صحيح. وهذا وارد يعني بالقانون رقم مهم. 10 فقره 1 و4. مهم. طبعا هذا الشيء في بعض الدول المعفي من هذا الشرط. سوريا من الدول اللي يعني اللي تشتمل، يعني هي سوري من حقه انه يحتفظ بجنسيته. مهم. وكمان الكبار بالسن، يعني اللي لهم فتره طويله ما نزلوا على البلد، مهم. او اللي ما بيقدروا يشتغلوا مثلا، فهدول من حقهم يحتفظوا بجنسيته. مهم. هل يحق لمدانين بجريمة الحصول على الجنسية الألمانية؟ هلا بالنسبه للاشخاص اللي ارتكبوا جرائم كبيره وجرائم خطيره بتامن على الامن في المانيا، هدول للاسف يعني ما عندهم فرصه الحصول على الجنسيه مهم. الا بعد ما تمرق فتره معينه. يعني بعد ما بتم حذف هاي الجرائم من السجل الجنائي للشخص. هلا اي شخص عنده سجل جنائي، تمام، فلازم مهم. يتم حذف هاي الجريمه او هاي العقوبه من سجله الجنائي. نعم. ممكن يستغرق 5 سنوات، احيانا ممكن يستغرق 10 سنوات لحتى يحق له يقدم على جنسيه مره ثانيه. مهم. بس في مثلا يعني في عقوبات او في جرائم بسيطه، يعني حتى لو هذا الشخص قام فيها ممكن انه او عنده فرصه انه يقدم على الجنسيه. مثل نعم. مثلا عندك الغرامه الماليه اللي بتصل ل 90 يوم من الدخل الشهري، مهم. او السجن لمده اقل من 3 شهور. نعم. لانه هون في كمان في شغله بنوه عليها. هون الشيء بالمانيا مثلا ان انت مثلا حكمت بالسجن ولنفترض 6 شهور، ممكن تقضي نص المده بالسجن ونص المده الثانيه برا السجن، بس تكون تحت المراقبه. هون كمان لازم انت تكون خلصت فتره تحت المراقبه نعم. لحتى يكون عندك فرصه تقدم على الجنسيه مره ثانيه. وكمان في التدابير الخاصه بالاحداث الجانحين، هذول كمان يعني اذا حدث جانح، اذا حدث يعني عمل جريمه او عمل مخالفه، هون كمان يعني ما بتاثر على طلبه للجنسيه. نعم. هل يجب اختبار التجنس؟
طبعا هذا شرط أساسي من شروط التقدم للجنسية، نعم. اختبار التجنس. اهم. شو هو اختبار التجنس عزيزتي؟ تفضّلي. هو يعني بيشمل الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية في ألمانيا. اهم. أنت لما بدك تقدم على الجنسية لازم يكون عندك هاي الشهادة. هاي الشهادة بتثبت أنك ملم بكافة الأمور اللي بتصير بألمانيا. هي عبارة عن تقريبا دورة بتستمر شهر، عبارة عن 360 سؤال تقريبا. فأنت بتمتحن ب 30 سؤال أو 36 سؤال على ما أعتقد، ولازم اهم. تنجح ب 18 سؤال. أنت نعم. لما بتكون ملم بكافة هاي الأسئلة بتثبت لمكاتب التجنيس انه انت يعني خلص انت صرت ملم بكل شيء موجود بالمانيا، سواء نظامه الداخلي، ثقافته، حضارته. اهم. هو شرط اساسي طبعا. هل يمكن الحصول على الجنسية في حال لم يكن الشخص مستوفيًا جميع الشروط؟ ممكن يحصل الشخص على الجنسيه اذا ما كان يعني انه مستوفي كافه الشروط اللي ذكرنا عليها. اهم. هذا طبعا بيتوقف على مكتب التجنيس، وبيتوقف على الموظف المسؤول على الملف تبعه يعني. نعم. هل توجد شروط؟ ممكن احيانا اهم. ممكن لما بيكون عنده مرض شديد او عجز دائم ما نعم. بيخليه قادر انه يشتغل مثلا. فهذا هون مثلا اعفى من شرط العمل مثلا. هل توجد شروط خاصة لمن لديهم زوج أو زوجة ألماني؟ يمكن الاشخاص اللي تزوجوا مثلا من مواطنين المان اهم. لهم طبعا حق يحصلوا على الجنسيه الالمانيه بشكل اسرع. نحن هذا بنسميه التجنس المبكر. اهم. كمان لازم تتوفر فيه مجموعه من الشروط. اول شيء انه لازم يكون هذا الشخص نفسه مقيم في المانيا لمده لا تزيد 3 سنوات. يعني شوفي هون اختصرنا المده من 8 سنوات ل3 ل3 سنوات. سنوات. هذا صار اهم. اسمه تجنيس مبكر. نعم. او يكون وكمان يكون متزوج من مواطن الماني او مواطنه المانيه لمده عامين على الاقل، وعنده جواز سفر الماني، نعم. وعنده سكن، وطبعا بيكمل بقيه الشروط اللي ذكرتها بالاول. اهم. كيف بس هون وأين؟ اختصر المده يعني من 8 سنوات ل3 ل3 سنوات. سنوات. اهم. اه كيف وأين يمكن تقديم طلب الحصول على الجنسية؟ هلا المكتب المسؤول عن الجنسيه او عن التجنيس بيختلف من ولايه الى ولايه. اهم. هون بعد ما هذا الشخص بينتهي من توفير هذه الشروط وبيجمع جميع الاوراق المطلوبه منه، نعم. هون بيتصل بمكتب التجنيس او مكتب المشوره. هون اهم. بيقدم له شو ممكن يتصرف بعد ما توفرت فيه هاي الشروط. مثلا هذا الموظف الخاص بالتجنيس بيقول له انه لازم مثلا في استماره بيطلعها من النت، او يعني بالاضافه للشروط او الاوراق الثانيه في عندنا استماره او نموذج اهم. عن طريق الانترنت بيقدر يطلع لها بيها. وطبعا بتكون علاقته مباشره مع الموظف المسؤول اهم. عنه لحتى يقدم هذا الطلب. وكمان بدي اذكر شغله انه تفضّلي. الاحداث اللي اقل من 16 سنه اهم. ما بيقدر يقدم طلب التجنس، لان لازم يكون معه احد الوالدين يعني. اهم. ما هي التكاليف المالية أستاذة غادة للحصول على الجنسية؟ هلا التكاليف بالنسبه للانسان البالغ يعني تقدر بحوالي 255 يورو. اهم. واذا قدم طلب للاطفال تقريبا 51 يورو لكل طفل. بس اهم. كمان في عندنا حالات استثنائيه ممكن يعني انه نخفض هالمبلغ. نعم. هذا اذا كان مثلا العائله عندها اولاد كثيره او عم تاخذ دخل شهري قليل يعني. نعم. ما هو الفرق بين المواطن الألماني والمغترب الحاصل على الجنسية بالحقوق والواجبات؟ هلا طبعا المواطن الالماني بيتمتع بكافه الحقوق والواجبات المذكوره بالنظام الداخلي بالالماني. اهم. المغترب حصل على الجنسيه الالمانيه، ما رح اقول لك انه رح يصير بنفس مستوى يعني المواطن الالماني، بس يعني بيتمتع تقريبا باغلب الحقوق وعليه اغلب الواجبات. الحقوق يعني انه عنده مثلا حق التصويت، حق الترشيح، يعني انه بيدخل بالحياه السياسيه، اهم. بيستفاد من حريه التنقل داخل الاتحاد الاوروبي، يعني معاه باسبورت الماني اللي يعتبر ثالث باسبورت عالميا، يعني بيصنف الباسبورت الثالث يعني عالميا بعد جواز الياباني والسنغافوري على ما اعتقد. هي اهم. كانت اخر احصائيه لعام 2020. اهم. يعني عنده حريه التنقل، حريه العمل، قادر انه يدخل 189 دوله. اهم. فيعني بتمتع تقريبا باغلب الحقوق اللي بتمتع فيها المواطن الالماني. وكمان بتترتب عليه التزامات المواطن الالماني، يعني خلص بيصير المواطن الالماني يعني بيحافظ على الدوله، على النظام، ما بيرتكب جرائم، خلص صار مواطن الماني يعني. اهم. هل يمكن أن يفقد الشخص جنسيته الألمانية؟
ممكن أن يفقد، يعني قُلت لك إنه الجنسية هي حق مُكتسب، اهم. مُكتسب لمّا بتوفّر فيه هاي الشروط، مش هو حق موروث إله يعني. ممكن يخسر جنسيته، ممكن يفقد جنسيته في حال إذا هو مثلًا من تلقاء نفسه قدّم طلب التخلّي عن الجنسية الألمانية، اهم. أو إذا كان مثلًا اشترك بدون إذن الحكومة الألمانية أو الترخيص الألمانية اهم. على إنه شارك بجيو ب ب بحروب أو شارك يعني انضم لجيوش معادية أو تقوم بأعمال إرهابية، منظمات إرهابية مثلًا. هون نعم. بهالحالة بيفقد جنسيته أو تسحب منه جنسيته. نعم. أو ممكن إذا هذا الشخص قام تبنيه من قبل شخص آخر. يعني هون التبني مش بس للصغار، للكبار. يعني أنت شخص حصلت على الجنسية الألمانية، قام شخص آخر تبنيك، هون بتخسر جنسيتك الألمانية. هلأ نحن عم نحكي عن فقد الجنسية الألمانية. بالختام بدنا نعرف متى تُسحب الجنسية؟ ممكن تسحب جنسيتك الألمانية إمم. خلال 5 سنوات من بعد ما بتحصل عليها. اهم. بس هون إذا أنت حصلت على جنسيتك الألمانية نتيجة احتيال أو تهديد أو نعم. تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة وغير كاملة عن قصد. نعم. إذا توفرت يعني أحد هاي الشروط ممكن أو تنسحب منك إمم. جنسيتك الألمانية اهم. حتى لو بقيت بلا جنسية ألمانية. نعم. بس هون بدي أنوه على شغلة، إذا سحب جنسيتك الألمانية أثّر على وضعك العائلي، على عيلتك يعني، فممكن هون الحكومة تصدر قرار تقديري مراعاة يعني لوضع الأطفال يعني. اهم. أستاذة غادة أحمد، كنتِ معنا عبر الهاتف، شكرًا جزيلًا لكِ على هذه المعلومات. أستاذة غادة. أيوه، أيوه معك. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. مستمعينا ومتابعينا مكملين بفقرات عطر الصباح، ولكن بعد هذا الفصل الصغير.